في حاجة في المية تحت الناس دي، انت شايفها كويس؟ تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو انت كنت في البحر وبتستمتع كده بجولة بالمركبة بتاعتك وفجأة لقيت حاجة ضخمة سودة طالعة من تحت المية؟ تفتح عينك كويس تكتشف انك قدام اضخم كائن على كوكب الارض وهو الحوت. المشهد لوحده يخليك تتجمد مكانك. انت شايف اضخم لسان في العالم، لسان وزنه قد وزن الفيل، وبلسانه بس يقدر يشيلك كأنك ولا حاجة. وعلشان اقرب لك الفكرة، بق الحوت ممكن يبلع من 400 ل 500 شخص في المرة الواحدة. الناس دايما بتقول الحوت مش ممكن يبلع انسان، بس السؤال اللي بنفكر فيه فعلا، ماذا لو الحوت فعلا فتح بقه وانت كنت في السكة بتاعته؟ والاهم، هيبقى في فرصة ان انت تنجو ولا دي هتبقى اخر لحظة في حياتك؟ خليني اقول لك ان الموضوع مش جديد. في سنة 1981 ظهرت قصة مشهورة جدا عن بحار اسمه جيمس بارتلي. القصة بتحكي إن كان في مركب صيد والحوت ضرب المركب وهو وقع في البحر واتبلع بالكامل، والطاقم اللي معاه ساعتها قتل الحوت. ولما فتحوا بطنه لقوا جيمس لسه عايش، بس وشه وجسمه أبيض متقشر كأنه اتحرق، لدرجة إن هو فقد بصره بعدها. القصة دي انتشرت جدا زمان، بس بعد كده العلماء بدأوا يشكوا فيها، وإزاي واحد يقدر يطلع من بطن الحوت وهو لسه عايش، وإن من المفروض ان الاحماض اللي جوه بطن الحوت كانت تدوبه تماما. واللي لازم تعرفه ان لو واحد فعلا اتبلع الموضوع مش هيبقى بسيط خالص. بس لو انت لسه معايا ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه. اول عائق بيكون قدام الانسان هي اسنان الحوت. حوت العنبر السنه لوحدها بيكون طولها حوالي 20 سم، وبيكون عنده من 40 ل 50 سنه بتكون كلها مستعده تطحن اي جسم يجي تحتها. نفترض ان الانسان دوت حالف الحظ وعدى من مرحله السنان، هنا تبدا مرحله رعب تانية وهي نزول الانسان في الزور، وهنا بيدخل في مرحله الظلام الدامس وبيكون حواليه جدران لزجه، وعضلات الحوت بتضغط على الانسان اكتر علشان تنزله لتحت. الاكسجين بيكون قليل جدا، والغريب انك هتبدا تشم ريحه غريبه وخانقه شويه، غاز الميثان. يعني حتى النفس الطبيعي هيبقى شبه مستحيل ساعتها. ومش بس كده، هتبدا تحس بلسعات قويه في الجلد. دي مش نار، ده حمض الهيدروكلوريك اللي موجود في معده الحوت، حمض قادر يسيح اي لحمه في وقت قصير جدا. وهنا بتبدا المغامره في اول معده من معد الاربعه للحوت. وعلى فكره حوت العنبر عنده فعلا 4 معد. في الاول ممكن تلاقي اضاءه بسيطه، ودي مش من عند الحوت لكن من الكائنات اللي لسه كان بيبلعها معاك. يعني مثلا ممكن تلاقي حبار مضيء او كائنات اعماق بحريه لسه بتنور. مشهد غريب كانك قاعد في عرض اضواء جوه كابوس، لكن بعدها كله سواد. والشخص ده بينتقل من معده لمعده، وكل ما بيعدي على معده بيتحلل اكتر، الجلد بيسيح، العضلات بتدوب، ولحد ما يبقاش فيه غير العظم وبس. والنهايه الحوت بيرمي البقايا من تحت الاخراج بتاعته، ودي النهايه الاكثر مأساويه اللي ممكن تتخيلها. فكر كده بقى معايا، لو قصه جيمس بارتلي ممكن تكون حقيقيه ولا لا؟ العلماء النهارده بيأكدوا ان مستحيل ان انسان يبلعه الحوت ويخرج عايش، حتى لو عدى من الاسنان مش هيعدي مرحله الاحماض والاختناق اللي بعد كده. لكن هنا بيبقى السؤال المهم، ليه القصه دي فضلت عايشه لحد دلوقتي؟ وليه احنا كبشر عندنا هوس بفكره ان ممكن يجي وحش عملاق ويبلعنا في اي لحظه؟ والحقيقه ان الحيتان مش بيدوروا على البشر ولا عايزين حتى يبلعوهم، اكلهم الاساسي بيكون هو الحبار الضخم والاسماك. بس برضه تفضل الفكره مرعبه. تخيل نفسك مجرد مسافه مترين بس بعيد عن انك تبقى وجبه كامله لكائن وزنه يوصل ل 50 طن. وفي النهايه خليني اسالك سؤال مهم، لو لقيت نفسك في البحر فعلا وظهر قدامك حوت عنبر، ايه اول حاجه هتعملها؟ هتهرب بكل قوتك ولا هتتجمد مكانك وتسيبه يعدي عادي لوحده؟ وفي الاخر حابب اقول حاجه، اللي اتكلمنا عنه النهارده هو مجرد سيناريو خيالي ومبني على فكره خياليه، وده ملوش اي علاقه بقصه سيدنا يونس عليه السلام، لان هي بتكون معجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات، عايز اعرف ردكم. وما تنسوش برضو اللايك والشير والاشتراك في القناه. واخر سؤال بيكون، ماذا لو ده حصل فعلا؟ واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.